وطبعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة في حالة انعقاد بينظر إلى مخاطر داخلية ومخاطر خارجية لتحيط بالبلد من الخارج. لا يدري الموجودين في ميدان التحرير ربما عنها شيئا، ولكن المخاطر الخارجية متمثلة فيما أعلن عنه الجنرال رئيس الأركان الأمريكي مولين. نعم. عن حرية الملاحة وضرورة تأمين حرية الملاحة في قناة السويس، وزاد الأمر خبثا بتحويل 2 حاملة طائرات من مسارها في منطقة الخليج، واحدة إلى جنوب مدخل قناة السويس من الجنوب موجودة تحت البحر الأحمر، محملة ب50 هليكوبتر اقتحامية، وفي حاملة طائرات أخرى في الشمال انتربرايز وعليها 80 مقاتلة عادية F-18 تومكات وغيره. نعم. وهناك تهديد من جانب إسرائيل في الشرق أيضا لاحتمال احتلال شريط موازي لقناة السويس، شريط جنوب الحدود أو غرب الحدود الشرقية لمصر، واقتطاع جزء من شمال سيناء لتوسيع قطاع غزة. نعم. كل هذه المخاطر الخارجية لا يعلم شباب ميدان التحرير عنها شيء، ولكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة مستوعبها، خاصة التهديد الإسرائيلي، التخوف من أن يقع الحكم في مصر تحت أيدي منظمات راديكية كالإخوان المسلمين تلغي المعاهدة بتاعة السلام بيننا وبينهم، وبالتالي تستبقى إسرائيل الأحداث باحتلال جزء كبير من سيناء، وده مخطط قديم موجود ومعروف. فإذا نحن أمام تهديد خارجي من قبل إسرائيل في الشرق، وتهديد من قبل الولايات المتحدة ب2 حاملة طائرات، واحدة موجودة حاليا بين بورسعيد ودمياط خارج المياه الإقليمية، وحاملة طائرات هليكوبترات موجودة في الجنوب، جنوب مدخل جنوب البحر الأحمر. نعم. كل دول بيتربصوا لمصر الدوائر، لا يدري المتظاهرون في ميدان التحرير عنهم شيء. المجلس الأعلى واللي مش مصدق كلامي يرى تصريح الفريق محمد فاضل في الأخبار النهارده، يأكد كل كلمة من اللي أنا بقولها واللي اتنشرت في ال3 أيام اللي فاتت على لسان الجنرال مولين ووكالات الأنباء. نعم. إذا اللي موجودين في ميدان التحرير وغير من ميدان التحرير واللي بيشجعوهم على ما هم فيه والاستمرار في هذه المظاهرات وتخريب مصر لا يدرون عن التهديدات الخارجية أي شيء. المشكلة الكبيرة دلوقتي ان يستغل هذه الثورة الشعبية البريئة لهؤلاء الشباب بهذه التدخلات الخارجية، وساعتها هنتكلم بقى لما يحصل لا قدر الله اي احتلال لاجزاء مصر، لا هنتكلم عن تعديل مواد دستور، ولا هنتكلم عن حل برلمان، ولا هنتكلم عن حل مش عارف الدستور او الغاء الدستور. هنشوف بلوى جديدة اسمها احتلال لارض مصر هترجعنا عشرات السنين زي ما حصل في سنة 1882. نعم، شكرا جزيلا سيادة اللواء. نعم، وصلت الفكرة. سيد اللواء حسام سويلم الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا.